السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني. جه ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. رسالة النهاردة: خلي بالك من حاجتين مهمين قوي. أول حاجة مجهودك. لما تروح عايز تعمل حاجة عشان تحقق نجاح في حاجة معينة، عشان أو توصل لهدف أنت حاطه في طريقك وحاطه لحياتك وعايز توصل ليه، خلي بالك من مجهودك عشان يتبذل صح عشان تقدر توصل صح. الحاجة التانية الوقت. خلي بالك من وقتك عشان ما تهدرش وقت كبير في حاجات عمرها ما هتوصلك للي انت عايزه. وده اللي بيطبقه قاعدة حلوة جدا، قاعدة 80-20. ايه 80-20؟ لقوا لما بيعملوا تحليل لأي حاجة، لقوا ان 80% من النتيجة اللي بتطلع خلاص بيكون نتيجة 20% فقط لا غير من المجهود، من إجمالي المجهود اللي بيبذل. بمعنى أنا مثلا عايز مثلا أنجح في كلية أو في ثانوية عامة وأحقق مجموع معين، فحققت فعلا المجموع المعين دوت. لو نيجي بصينا هنلاقي ان 80% من وصولي لنجاحي دوت نتيجة 20% بس من توتال إجمالي المجهود اللي أنا عملته. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا بعمل 10 خطوات أو 10 حاجات عشان أقدر أوصل للي أنا عايزه، 80% من وصولي للي أنا عايزه نتيجة إن أنا حاجتين بس عملتهم من ال10. حاجتين بس، حاجتين يخلوني وصلت ل80%. يعني 8 حاجات من اللي أنا عملتها عملوا بس 20%. طبعا أنت لما بتيجي تحلل أو تيجي تعرف الخطوات اللي أنت مشيت عليها تقدر تفوكس قوي على الحاجتين قوي. الحاجتين دولت على سبيل المثال، الحاجتين دولت عشان تقدر تقوي نفسك فيهم وتطور نفسك فيهم، وتبدأ تشوف الثمان حاجات اللي ما حققوش بس غير 20%، عشان تقدر تهمل او تشيل حاجات وتعمل لها ديليت من حياتك، ما تعملهاش تاني لها مضيعة للوقت، توفر وقت وتبقى فوكس قوي على الحاجات اللي ممكن لو زودتها تبدأ تخش مع الاتنين دولت عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه. فبكده هتقدر تحافظ على وقتك، ما تبذلش مجهود كبير وكتير، وقت كبير في حاجة مش هتفيدك بحاجة. وفي نفس التوقيت تقدر تطور نفسك وتركز قوي على الحاجتين اللي هما 20% اللي وصلوك ل80% من انك انت تقدر تنجح. فاوعى تنسى حتة 80-20 لانها مهمة قوي. زي بالظبط لما لو عملنا يعني تحليل برضو على سبيل المثال، تحليل اغلب الشركات، هتلاقي مثلا الشركات 80% من اجمالي الربحية اللي محققها نتيجة ل20% فقط من اجمالي العملاء اللي عندها. يعني لو مثلا الشركة مثلا كسبانة مثلا مليون جنيه، 800 ألف جنيه فقط لا غير نتيجة ل20% من العملاء اللي عندها. يعني ايه؟ يعني مثلا هي كسبت مليون جنيه وعندها 100 عميل، هنلاقي ال 800 ألف جنيه من إجمالي المكسب اللي هو المليون جنيه نتيجة كام؟ 20% من ال 100 عميل اللي هم كام؟ اللي هم ال 100 عميل اللي هم كام؟ اللي هم 20 عميل. يعني 20 عميل بس كسبوها 800 ألف جنيه، و 80 بقية العملاء بقى اللي هم ال 80 كسبوها بس 200 ألف جنيه. فطبعا ده بيخلينا ناخد قرار محترم ان احنا نركز وفوكس قوي على احتياجات ومتطلبات ال 20% او ال 200 عميل، ال 20 عميل اللي عندنا، عشان اقدر ازود الربحية بتاعتي واشوف العملاء التانيين الحاجات اللي هم محتاجينها عشان اقدر ازود ال 200 ويبقوا اكتر من كده واحافظ على العملاء اللي موجودة عندي. فلو جيت حللت اي حاجة هتلاقي الاغلبية 80-20. فالغرض منها انك انت تحافظ على وقتك، الغرض منها انك انت تاخد قرار مظبوط، الغرض منها انك انت تطور نفسك في الحاجات فعلا اللي بتفيدك. واوعى تركز على الحاجات اللي بتضيع لك وقتك وما تفيدكش بحاجة. وانجح وطور من نفسك واسعى وروح حقق هدفك، عشان النجاح حلو جدا جدا جدا. هيخليك تحس بقيمة نفسك، هيخليك شاكر وراضي باللي ربنا كاتبهولك، هيخليك في حتة تانية خالص خالص. واوعى تعيش دور الضحية اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده. اوعى تنسى 80-20. اشوفكم على خير في رسالة جديدة من الرسايل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.